لو اخترت معاكوا افضل 5 مطاعم تركية في الرياض، فالمطعم ده اكيد هيكون واحد منهم. وزي ما اتفقنا في كل سلسله بنعملها، اول حاجه بندور عليها هي القعده وفايبس المكان، والمكان هنا بديكور تركي بسيط ممتد من العصر العثماني، وكمان عندهم جلسات خارجيه جميله جدا. والمكان ده هو اسكي كباب، واحد من المطاعم التركيه المميزه قوي في الرياض. وندخل بقى على اهم حاجه وهي جوده الاكل والاسعار. ونبدا باكتر حاجه واول حاجه اتشهر بيها اسكي كباب. سندوتش كباب متحمص وغرقان صوصات وعليه محمره يا جماعه، مميز قوي وطعمه تحفه، وسعره 19 ريال. والمشاوي عندهم برضو جميله وتتبيلتها مختلفه، واضح ان هي فريش، بس للامانه يمكن اكلت زيها في مطاعم تانية، ولكن الريش عندهم ولا غلطه، طريه وتتبيلتها ممتازه، وده بيدل على جوده اللحوم اللي بيستخدموها. بقى عندك اقتناع ان كل مطاعم السليمانيه بتتنافس على مين يقدم اقوى ريش في الرياض. والخبز التركي اللي بينزل مع الاكل جميل جدا برضه. وطلبنا واحده منقوشه كانت عجينتها خفيفه وتوابلها مظبوطه. اللي جاي ده بقى هو المفاجاه بالنسبه لي فعلا، المطعم متخصص في الكباب، لكن انه يقدم بروستد اقوى من مطاعم البروستد فدي حاجه قويه جدا منهم. ايه الهبل ده؟ قرمشه ولا غلطه، والفراخ طريه والتتبيله قويه، واحد من اقوى البروستد اللي اكلته في الرياض. وعندهم لعبه عجله الحظ، ممكن تكسب مع فاتورتك او يجي لك حظ اوفر زي ما جالي كده. كالعاده طلعت حظ اوفر، بس الشباب اكرمونا وادونا عيران من عندهم. ما تنسوش بقى تقولوا لنا على افضل مطعم تركي بالنسبه لكم عشان نضيفه في السلسله من المطاعم التركيه المميزه قوي في الرياض. كده الفيديو خلص، اشوفكم على خير، سلام.